وتقلبي كل ده في بعض. ليه الدقيق يا سوبر ماما؟ علشان الحواوشي بتاعك او اللحمه تبقى متماسكه قطعه واحده كلها متساويه، ما يبقاش متفتفت جوه رغيف الحواوشي. الدقيق ده بيمسك لك اللحمه المفرومه وبيخليها قطعه واحده كده زي الرغيف. قلبنا كل ده وحطينا الملح بتاعنا ظبطناه، وما تقلبيش جامد قوي عشان الطماطم معاكي ما تنزلش ميه. هتجيبي معلقتين بقى او 3 معالق كبار سمنه من اللي احنا عاملينها، اللي هي ليه الخروف او الدهون، حته الليه او الدهنه اللي بتجيبيها مع اللحمه من عند الجزار الحلوه دي. لازم الحركه دي عشان الحواوشي بتاعك يديكي ريحه تجيب اخر الشارع ويقول لك تسلم ايدك. حطي كمان معاهم حبه زيت، لو ما عندكيش حطي سمنه عاديه بقى وخلاص، بس يفضل طبعا السمنه اللي انا قلت لك عليها دي عشان بتودي الحواوشي في حته تانية خالص. الحواوشي بتاع بره دايما بيطلع مميز غير بتاع البيت عشان بيحطوا له ليا او الدهون بتاعت اللحمه دي بيسيحوها، وانا كمان بحط عليها قشطه او سمنه بلدي.